السلام عليكم، نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار، فيديو جديد وعلى بركه الله. هذا اول روتين صراحه كنديرو في الدار ديالي، وقلت علاش لا اللي ما بارطاجيش معكم، ومنها باش ما نغبرش من بعد هذه المده اللي غبرت. الصراحه القناه هكا كتبغي يعني نحط فيها ولو بشكل يومي او لا هكا نهار نهار لا، باش كيف ما قلت لكم كيتقترح الفيديو واحد شويه على الناس. واللي كتشوف قناتي لاول مره كنتمنى انك تشتركي معايا في القناه، وان شاء الله ما غاديش تندمي. وبطبيعه الحال اللي عجبك المحتوى فعلى بركه الله كيف ما كتشوفوا معايا فيديو من العنوان ديالو روتين كله حداقه وطاقه ايجابيه. كيف ما قلت لكم هذا اول روتين صراحه كنديرو في الدار ديالي من بعد رمضان ومن بعد العيد ومن بعد السفر، فقلت علاش لا لي ما نصورش هكا. كيف ما قلت لكم كل سيده خيرها في دارها، فقط كنبارطاجيو مع بعضنا افكار هكا، حيال وصفات اللي كتكون اقتصاديه، اي حاجه مهم كنديرها في الدار ديالي كنبارطاجيها معكم، ولو هكا ديزيكستري كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الحاجه اللي غادي تقدروا تستافدوا منها وهذا ما كان. فكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والفيديو ان شاء الله متنوع فيه الحداقه والشهوات يا اختي. فيه اقتراح الكوتي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كنشكر الناس اللي انضموا مؤخرا للقناه، شكرا لكم من القلب، والناس اللي كيخليو لي تعليق شكرا لكم بزاف. فصراحه شي حاجه اللي كتفرح بزاف، وحب الناس شي حاجه اللي هي كبيره ما كتباع ما كتشرى. الحمد لله كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، وان شاء الله تكبر القناه بكم وبفضل الله عز وجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونبداو على بركه الله بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف ما كتشوفوا معايا بديت معكم الفيديو من مورا الفطور. كنت عجنت العجينه وخليتها هكا تخمر على خاطرها، فمن بعد ما فطرت هكا كرست العجينه ديالي، عاود خليتها تخمر. بالنسبه للعجينه درت فيها زلافه ديال الفورص وزلافه ديال الفينو، يعني الفينو العادي ولا الدقيق القمح الصلب، ودرت فيها زلافه ديال الدقيق سبيسيال اولا الدقيق الحرش. صراحه انا كنفضل هكا ندخل الفورص باش ما كيجيش الخبز يبات، باش ما كينشفش. هادشي علاش كندخل الفورص. فممكن انكم تعجنوا سوا بالفينو بوحديتو اولا بالدقيق الحرش بوحديتو، الفورص ما ننصحكمش به. فكيف ما قلت لكم انا خلطت ما بيناتهم بطبيعه الحال الخميره، ودرت معلقه ديال العسل باش هكا كيتحمر لي، والملح، وجمعت العجينه ديالي بما دافي، ودرت واحد المعلقه حتى الجوج ديال الزيت النباتيه، حتى هي كتزيد كتعطي كيجيب الخبز ما يتنشفش. فمن بعد ما قرصت العجينه ديالي وخليتها كيف ما قلت لكم تخمر، غسلت ديك المعونات اللي عجنت البول ديال العجانه والكسريه، ورديت الغديوه ديالي. بالنسبه للغديوه غير انا وبنتي، فدرت طويجين هكا صغير درتو بالكفته، كان عندي صراحه الكفته والسوسيس، ودرت هكا طويجين ديال بيض بالكفته كيف ما غتشوفوا معايا من بعد. فكيف ما قلت لكم ما بارطاجيتوش معكم، حيت صراحه كل وحده كتعرف يعني ماشي شي حاجه اللي غادي نديطاييها لكم باش يعني تاخذ لي حتى الوقت في التصوير. فهاد الكوان صراحه من رمضان، يعني من ديك التخميله اللي كانت قبل رمضان، يعني فاش غسلت المواعين صراحه ديال الكوزينه كلها خملتها كوم يلفو. ولكن هكا في رمضان كتعرفوا يعني في رمضان غير ممكن يدير فيهم الماء فيهم الزيت، هادو القريعات ديال العطريه صراحه ولاو حالتهم. لا صراحه داك الكوام ما عجبنيش، هو هكا قلت غادي نضرب له واحد نيتواياج ديال القلب. وهذوك القريعات ديال الزاج ايفو كتغسليهم كيبانوا بحال اللي راهم جداد. كيف ما قلت لكم هنا درت طويجين ديال الكفته وسوسيس ومطيشه هكا، حكيت مطيشه وحكيت البصله خليتهم حتى تشرحوا مزيان، درت لها العطريه، درت الكفته ودرت السوسيس سنيتهم حتى طاب واحد شويه، ودرت واحد شويه ديال عرشت واحد جوج بيضات ودرتهم على الكفته كيف ما شفتوا معايا. زدت واحد الحار وواحد شويه ديال القزبر والعدوس، وكان طويجين ديالي شهوه منه فريمون شهوه منه. وهذا الخبز ديالي
كانت هذه هي الغديوه ديالنا. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ما درت صراحه ما زدت حتى شي حاجه اخرى، يعني اكتفيت غير بالطواجن وخبز وهكا شويه ديال الديسير. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا من بعد ما تغديت انا وبنتي صراحه خدينا وقتنا في الغداء، وعاد رجعت لهاد الروينه اللي صراحه ما كتسالاش. كيف ما قلت لكم هاد القريعات ولاو حالتهم يعني داك الشهر ديال رمضان اللي كنت كنخدم بهم نهار من غير يعني التخميله اللي كانت قبل رمضان. فبصراحه ما غسلتهمش يعني في الشهر ديال رمضان ولاو حالتهم الصراحه. خويتهم وقلت علاش لا اللي ما ضربش لهم واحد الحكه. كيف ما قلت لكم غير كتغسلوا صراحه كيرجعوا بحال اللي يلاه حيدين من الباكيه ديالهم كيرجعوا جداد. غير هو الزاج ديالهم سونسيبل او لا فراجيل بزاف، يعني دغيا اين فوا غتزلق لك ما فيهاش ما فيهاش غادي تهرس. فهذا هو الديفو ديالهم. ولكن المهم هنا كنت كنغسل غير شويه بشويه الصراحه باش حيت دايره هكا جافيل وهكا باش ما يزلقوليش من يدي. فركتهم الصراحه ورجعوا جدادين. هذوك القريعات ديال الزيت فكنستعملهم اولا كنغسلهم بالماء سخون. كتعرفوا بلي هكا قريعات كيكون فيهم الزيت وكيبقاو ميدمين، فداك اللي دام باش تحيد هكا غليت واحد شويه ديال الماء وهو باش غسلت دوك القريعات ديال الزيت. فكيف ما قلت لكم بحال هاد النوعيه ديال العطريه يعني اولا هاد القريعات ديال العطريه كيحافظوا على العطريه، كتبقى بالريحه ديالها حيت عندهم دوك الغلاقات ديال البامبو وفيهم ديك الجليده فكتحافظ على العطريه الصراحه. هما زوينين كيحافظوا على العطريه. كيف ما قلت لكم غير هما فخاجين ان فوا تطلق لك من يديك ولا صافي راه مشات. وهادو هما من بعد ما غسلتهم صراحه حتى دوك الغلاقات ديال البامبو والفا هكا غير كنمسحهم يعني بزويته. ولكن قلت لا غادي نغسلهم هاد المره. غسلتهم الصراحه وخليتهم اباك كيف ما قلت لكم يتقطروا على خاطرهم. وهاد القريعات هما اللي قلت لكم كنغسلوهم بالماء سخون باش داك اللي دام اللي كيكون فيهم هكا كيتحيد وكيرجعوا كيف ما قلت لكم دقيقين و كيعطوك لينيرجي اولا كيعطوك واحد لونفي انك تعاود تخدمي بهم. وهذا ما كان كيف ما قلت لكم يعني روتين غير في الدار ديال كل وحده فينا يعني ربت بعيد. فبارطاجيت معكم يعني اليوميه ديالي بالبساطه ديالها. فكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وخليوا لي اراء ديالكم والتعليق ديالكم زوينه. راه كنقرا كل شيء وكنجاوب على اي تعليق كيوصلني. وهذا ما كان حاجه اللي كتونسني وانا واقفه في الكوزينه هي الراديو. صراحه كنلقى راحتي وانا كنسمع الراديو احسن بزاف من انني جلست كنتسنى في لقطه ديال الفيلم ولا باش تدوز ومن هكا تدي الوقت. باغ كونطخ الراديو نتيا خدامه وكتسمعيني كتكوني راده البال شنو كيتقال في الراديو. فالصراحه كتلقى راسك كتستفدي وكتستمتعي اكثر هكا الا كان شي موسيقى ولا وانتي كتسمعي وانتي خدامه اليز وهذا ما كان. فمن بعد ما كملت الغسيل ديال هذوك القريعات صراحه نيتويت كل شيء حيت عندي هذا لافابو صراحه فيه ديفو يعني كيرجع لي الماء اللور. يعني كنلقى داك الكوان يعني ديك القنيته كتكون عامره بالماء فعليها ما كنحطش شي حاجه. يعني هاد الكوان هاد الجهه الاخرى عندي ما شاء الله كوزينه كبيره ولكن داك الديفو كيخلي ان الماء يتزلع. الشيء اللي كيخليني انني ما نحطش الحاجه في المهم كتلقيها عامره بالماء. فهاد المعينات ديال الخشب اولا هاد ديال الخشب جمعهم كامل في قنت واحد باش هكا كيف ما قلت لكم ما يوصلهمش الماء وخسروا. كنعرفوا بلي الخشب ما خصوش يوصل الماء. سيرتو هاد المعينات اللي كيكونوا هكا ديكور ان فوا كيوصلهم الماء كيخسروا. فالمساند الرسمي هو الاسبيروكس. صراحه كنفرح بزاف فاش كيكون عندي في الدار هكا يعني كيعاونك في النيتواياج ديال
اي حاجه كانت عندك في كوزينه. فهنا العجانه من بعد ما خدمت بها غير كترشيها بالاسبيروكس وكتمسحها كترجع بحال كيف ما قلت لكم جديده. فريمون الاسبيروكس واخا صراحه ولا مقطوع هاد الايامات، يعني بان لي في بام ماركه اخرى اولا نفسه مبدلين له السميه، وقيلا اكس شي حاجه بحال هكا ما خديتوش. يعني باقي عندي الاسبيروكس الاوريجينال ولا الاوريجين، والاخر غير بان لي كنت جبت دويره في هذا في بام فقادير وبان لي الصراحه. هنا باش نمسح هاد المعينات ديال الخشب، يعني حيله اللي كتعاونني ولا كتنفعني في هاد المعينات ديال الخشب، يعني بلا ما نستعمل شي برودوي اللي كيكون خاص بالخشب. فكناخذ واحد الكميه ديال الزيت النباتيه وواحد الكميه ديال الماء درتهم في هاد القريعه اولا في هاد السبراي باش كيعاون هكا. يعني كنرش به هاد المعينات ديال الخشب وكنمسح. صراحه كترجع فيهم واحد اللمعه، من غير انهم كترجع فيهم واحد اللمعه كيرجعوا هكا جدادين. يعني مره في شحال بحال هاد اللعيبه هادي اللي كنحط عليها، مره في شحال كنغسلها بالماء، ولكن مره في شحال باش ما تخسرليش كنفضل انني نمسحهم بهاد الخليط ديال الماء والزيت. فكيف ما قلت لكم هي حيله اللي كتخلي ان الخشب ترجع فيه واحد اللمعه، وممكن كينظف لك هذيك الحاجه يعني اللي كتكون مصنوعه من الخشب كترجع فيها كيف ما قلت لكم واحد اللمعه. ومن هذاك داك الخشب كيتشرب ديك الزيت كترجع بحال اللي جديد. فهمتوني كيفاش؟ وهنا كيف ما قلت لكم المساند الرسمي هو الاسبيروكس. صراحه كينفع كيعاون بزاف في النيتواياج ديال هكا في كوزينه. راه هنا كنت كنوريه لكم، فمعروف وغني على التعريف وما يحتاجش يعني الواحد يشكره. كلشي صراحه يعني من الناس اللي جربوه غادي يعرفوا علاش كنهضر. صراحه كيف ما قلت لكم كاينه تويه بزاف، يعني غير كترشيه كتخليه واحد دقيقه ميم با وكتعاود دوزي عليه هكا شي فون ولا الحاجه كترجع ما شاء الله نقيقيه. هاد الرخام عندي فيها الطبيعه هذا صراحه ما عرفش واش من صدا ولا مهم راه تشرب يعني مع هذا ماشي رخام، هذا الجرانيت. المهم حنا مولفين يعني رخام وهذا. المهم هذا الرخامه كيف ما قلت لكم تشرب، اما ما عرفش واش هذاك هو واش الصدا اللي تشرب في هذاك اللي تشرب فيها ولا. مهم واخا يعني مسحته ولا كيبقى داك الطابع هكاك باين، مي ماشي مشكل يعني ما عنديش مشكل. هنا من بعد ما يعني مسحت ونيتوايت هاد البلاصه كامل دوزت عليها عاود شيفون يعني ناشف كيف ما كتشوفوا معايا، وكترجع واحد اللمعه واحد النقاوه راه يا سلام. النقا الصراحه ما كاينش بحالو، كيعطيك واحد الطاقه اللي هي ايجابيه بزاف. شوفي غير فاش كتكوني هكا غاسله المعينات ديالك بالليل وتفيقي الصباح كتبغي توجدي الفطور ديالك وتلقاي كلشي نقي، واحد الطاقه ايجابيه راه ما كاينش بحالها. باغ كونطخ فاش كتدخلي المعينات ديالك سخت ديال العشاء هكا بالليل و هكا الكوزينه ما مجموعاش، وفي الغد اللي في الصباح تفيقي يعني كتبغي توجدي الفطور ديالك وتبداي عاود النهار بهذوك المعينات ديال البارح. النهار كيدوز ولا كيبان كيفاش غادي يدوز هذاك النهار. فالصراحه النقا ما كاينش بحالو، قال لك من الزين يبقى لو كان يبقى يا بنت الحمقى يعني راه ما كيدومش، كل حاجه عاوتاني غادي تدوز وقتها وغادي نعاود عاوتاني نحتاج انني نتوي هذا الكوان. فهكا كتستمر الحياه والحمد لله على اي حال. فمن بعد ما نتويت هذا الكوان يعني كل حاجه كنعاود نرجعها لبلاصتها كيف ما قلت لكم. كتعطيك واحد لونفي انك توجدي عاوتاني شي حاجه للكوتي، شي حاجه اللي هي زوينه ولو كيبان لكم مهم غادي يبان لكم بحال لي ترو شارجي، ولكن كيف ما قلت لكم هاد المعينات ديال الخشب كنخليهم ابار باش ما يوصلهمش لي الماء. عرفتي شحال فرحت من بعد ما ساليت الصراحه. خداولي الوقت، غيبان لكم باللي راه الفيديو يعني هكا خفيف ظريف ولا، ولكن بالتصوير راه كياخذ يعني الحاجه اللي كديرها في 10 دقائق غادي ديرها في ساعه بالتصوير. سورتو البنات اللي كيديروا هكا اليوتيوب او لا التصوير يعني غادي يفهموني علاش كنهضر. المهم كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للقريعات رديت لهم نفس العطريه اللي كانت فيهم، يعني مازال ما خديتهاش الصراحه، ناقصني هكا شي حوايج ولكن ماشي مشكل يعني نقضي بالشي اللي عندي حتى نعاود نتغدى الحويجات اللي خاصني ونعاود ناخذها ان شاء الله.
انا حتى هاد القريعات ديال الزيت حتى هما عمرتهم كيف ما قلت لكم، وكل حاجه كنردها لبلاصتها، واحد الراحه نفسيه الصراحه اللي كيف ما قلت لكم راه ما كاينش بحالها فاش كتكون كل حاجه نقيه. صراحه كانت عندي الدار نقيه، غير هاد الكوان اللي كيف ما قلت لكم كان عندي يعني من رمضان يعني ما قصتوش، يعني ما غسلتش هاد القريعات، وهذا من كثرة يعني ما كنستعملهم وهذا، فقلت علاش لا لي كيف ما قلت لكم جات وقتهم وهكا كتبان كل حاجه يعني نقيه وشاده بلاصتها ويا سلام. جزاكم بخير، ما تنسونيش من واحد اللايك للفيديو، تعليق محفز هكا كتزيد كتشجعوني. عرفتوا انا كان مونطي معكم هذا الفيديو والله الا جاني بحال اللي اول مره غادي ندير مونتاج باش نحط فيديو في اليوتيوب. صراحه دائما كيوقع لي بحال هكا فاش كنغيب مده على اليوتيوب نبغي نعاود نحط، كتجيني بحال اللي اول مره غادي نمونطي، بحال اللي اول مره غادي ندير فيديو. كتجيني ديك البدايه كتجيني صعيبه، وهذا ما كان. فخليوا لي الاراء ديالكم كي جاكم هذا الفيديو، واش نال الاعجاب ديالكم، ومنها حتى انا نعرف المحتوى اللي كاين الاعجاب ديالكم. وهنا كنوريكم اللمسه او النتيجه الاخيره من بعد ما نيتويت كل حاجه وكل حاجه شاده بلاصتها. فغادي نبارطاجي معكم واحد الكوتي اللي خفيف ظريف هنا من بعد ما ساليت. كنت احتاجت هكا شي حاجه اللي نرفع بها المعنويات. راه حبست يعني من بعد ما كملت خديت الدوش ديالي باش ترجع فيها الروح. وهنا عاود رجعت باش ندير واحد الكوتي اللي هو خفيف ظريف، كيكه بيضه وحده فريمون كتجي زوينه بزاف. درت بيضه وحده، كبسه ديال الملح، نص كاس ديال السكر. انا هنا درت قل من نص كاس ديال السكر، كتبقى الحلاوه على حسب الذوق. هذا الكيك راه با مدفى شاركته معكم، ولكن هنا الاختلاف اللي كان درتو غير بيضه وحده هكا. كيف ما قلت لكم بغيت شي حاجه اللي تكون هكا فيت في وتكون حلوه وزوينه. فدرت كاس ديال الحليب حتى هو بدرجه الحراره ديال المطبخ. الا شفتوا الكاس راه ما عامرش بزاف. كنت صراحه هاد الكيكه بغيت نديرها في واحد المول، عندي المول صغير، وكنت دايره في بالي واحد العبار ديال المقادير يجوني في داك المول الصغير، يعني تجيني كيكه صغيره، ولكن صدقت الكميه ديال المقادير اللي عندي اكثر من المول. فهكا عاود بدلت المول. المهم باش ما نحرق لكمش المراحل، فبالنسبه هذا بالنسبه للخليط راني درت كاس ديال الحليب كيف ما قلت لكم، عاود خلطت، زدت 2 ساشيات ديال الخميرات ديال الحلويات، ولكن الساشي الثاني راه كان فيه غير النص. كانت عندي ساشي ديال الخميرات ديال الحلويات كانت محلوله، يعني تقريبا درت 10 غرام، ولكن كنأكد انكم ديروا 2 خميرات باش هكا كيجي الكيك مهوي من الداخل، فهمتوني كيفاش. وبالنسبه للدقيق درت لي 2 كيسان الثاني الا ربع. المهم كاس الاول درته كامل وخلطت، ودرت كاس الثاني الا ربع. فهنا كيف ما قلت لكم بدلت المول. كنت عواله باش نديرو هكا في المول العادي اللي ديال الكيك، هو غير صغير بزاف. من بعد هكا بدلت ودرتو في هذا المول. وبالنسبه للتزيين خديت تفاحه حكيتها. الكيكه بالتفاح كتجي فريمون بنينه بزاف. داك التفاح كيخلي انا الكيك يجي مولف يعني رطب، وفيه داك الكو ديال التفاح، يعني ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم، الكيك ما كيجيش ناشف. جربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للتزيين راه ممكن تزينوا باي حاجه كانت متوفره عندكم. هكا خديت تفاحه كيف ما قلت لكم حكيتها، درت لي زامون دي فيلي او رقائق ديال اللوز وحبات ديال الزبيب. ممكن تزيدوا اي نوعيه ديال المكسرات، ديروا رشه ديال القرفه. انا من بعد هنا راه نسيت، عاود درت واحد شويه ديال سكر منسم بزهرة البرتقال، كتخلي هاد الكيكه تجي ولا اروح، واحد المذاق واحد المزيج راه يا سلام. وبطبيعه الحال كندخلها للفران طياب ديال الكيك العادي، كنشعل عليها من التحت. انا بالنسبه ليا شعلت عليها غير من التحت، خدت لي 40 دقيقه ولقيتها تحمرت من الجناب، يعني عاود شعلت عليها واحد شويه من الفوق تحمرت كلها. وهذه هي فريمون كتجي لذيذه وزوينه بزاف مع كاس ديال القهوه، وان شاء الله بالصحه والراحه الا جربتوها. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك معي في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا باي جديد كنحطو. خليت لكم راحه البال والله يعطيكم كل ما تمنوا ان شاء الله.